وبمناسبه الواقعه بتاعه الشخص اللي انتحل صفه قاضي واوهم الناس ونصب عليهم، انا عايز اقول لكم ان الوقائع دي منتشره كالنار في الهشيم، يعني منتشره جدا جدا جدا، ومعروض علينا وقائع كتيره جدا في هذا الخصوص. مش بصفه بقى ان هو قاضي، بصفه ان هو ضابط، بصفه ان هو في المخابرات، بصفه ان هو في الامن الوطني، بصفه ان هو ضابط في الجيش. وهقول لكم على اخر قصه جايه لنا والله من الاسبوع اللي فات. شخص ادعى ان هو ضابط جيش وشغال في بنزينه وطنيه، ماسك بنزينه، والشخص ده من عيله كبيره جدا، والعيله الكبيره جدا دي في كفر الشيخ. يعني انا حابب انبه على الناس واللي نصب عليهم في القاهره. نصب عليهم في كتير، نصب عليهم في 20 مليون جنيه، والله 20 مليون جنيه. عيل 28 سنه انتحل صفه ضابط جيش، وبدأ يطلع لهم اوراق على اعتبار ان هو تم تخصيص شقق سكنيه من القوات المسلحه ليهم، وان هم بياخدوا عربيات مزادات بتاعه القوات المسلحه مدعمه للساده ضباط القوات المسلحه، فانا بعلاقاتي هقدر اجيب لكم العربيات دي، وهقدر. فكان بيأجر العربيات من معارض، ما اعرفش بقى متفق معاها ولا مش متفق معاها. كان بيأجر عربيات غاليه جدا وعربيات كسر زيرو، ويديها للناس من غير اي ورق خالص، ويقول لهم الورق بيخلص، الورق اسبوع، طب 10 ايام، طب شهر، طيب كذا طيب كذا، ويبدا يعرض عليهم فيلل هو مأجرها، ويضرب لها ورق ويعرضها عليهم للبيع على اعتبار ان هو جايبها بسعر لقطه و الى اخره. نصب على الناس في 20 مليون جنيه. دول الاشخاص اللي جولي ال 20 مليون دول بس. في ناس تانية اتنصب عليها في مبالغ تانية كتير جدا، وناصب على ضباط، يعني يا فجرك ناصب على ضباط. فالموضوع منتشر. حابب اقول لكل واحد ساذج، ويعني انا مش لاقي مصطلح ابسط من كده او ارق من كده، ولكن هو ده ارق حاجه. انت شخص ساذج ان انت تثق في حد اوهمك ان هو عنده السلطه او الصلاحيه او المقدره ان هو يعمل لك اي حاجه، فانت شخص ساذج. وارجوك لاي شخص رايح يتعامل في اي حاجه فيها فلوس، استشير محامي. خلي عند سعادتك محامي خاص بيك انت تثق برايه وتقتنع بيه. استشير محامي، والله يعني هتتجنب 90% من المصايب والكوارث اللي ممكن تحصل لسعادتك، لان المواضيع دي كلها بتيجي في عبنا في الاخر. يعني احنا عندنا الدرايه بكل انواع النصب، وكم من قضايا نصب كتيره جدا والله كان احد عملائنا او احد موكلينا كان هيقع فيها لولا فضل ربنا في المقام الاول والاستشاره في المقام الثاني بامور معينه كده بنستوضحها منهم. كانوا زمانهم بقوا ضحايا لنصابين كبار جدا. واتمنى ان الناس اللي احنا قلنا لهم اي نصيحه من النصائح دي تدخل تكتب لنا في التعليقات حاجه زي دي. مش بقول ان